حقيقي انا بيج فان للعالم ده من ايام ما كانت اللعبه دي بتتسمى على الاجهزه لعبه صلاح الدين. خلينا نخش في الموضوع على طول. معاكم نور الدين من قناه عنخ، واسيبكم على الانترو. ليه الجزء ده بالذات مهم في السلسلة دي، او على الاقل هو من اهم الاجزاء في الفترة الاخيرة؟ في اسباب كتير جدا الحقيقة بتبين ليه الجزء ده مهم، من ناحية قصة ومن ناحية كمان اللعبة. بالمناسبة الفيديو ده ما فيهوش اي حرق خالص، الحرق هيجي في فيديو تاني بعدين. هنتكلم عن القصة بتاعت اللعبة كلها في فيديو لوحده منفصل تماما عن الفيديو ده خالص. الفيديو ده احنا بنتكلم عن ليه اللعبة بس مهمة. اول سبب وهو مهم للجيمرز اكتر مما هو مهم للناس اللي مهتمه بالقصص بتاعه العاب اساسنز، وهو ان اللعبه دي مش RPG، هي هترجع للجذور بتاعه الالعاب القديمه تاني. السبب التاني ملوش علاقه بفكره الجيمرز قوي، هو ليه علاقه بفكره المسلمين او الشرق الاوسط عموما، لان اللعبه المفروض القصه بتاعتها الجزء ده معتمده على ان هي في العراق، والمفروض القصه بتدور حوالين باسم بن اسحاق اللي هو المفروض مسلم من العراق. يعني المفروض في اللعبة دي هنشوف على الأقل NPCs بيصلوا، وطبعا هيبقى فيه الجو الإسلامي الجميل، وهنسمع الأذان أكتر من مرة المفروض في اللعبة. السبب الثالث وهو من الأسباب المهمة والجميلة جدا بالنسبة لي، وهو فكرة الأداء الصوتي، إن احنا نسمع إياد نصار بيعمل شخصية باسم بن إسحاق. ودي حاجة حلوة، لأن انت لما هتتفرج على التريلر أو حتى هتشوف لقطات من اللعبة هتتأكد 100% إن ما كانش ينفع أي حد تاني يعمل الشخصية دي غير اياد نصار. الحقيقه صوته عجبني جدا ولايق جدا على الشخصيه وجو اللعبه عموما. ما الذي تفعلينه؟ لا تفكر. ده غير كمان ان هيبقى الاول مره في جزء من اجزاء اسانس كريد معربه بالكامل من حيث الصوت والقوائم وكل حاجه، فانت هتلعب اللعبه كأن ان هي صناعه عربيه خالصه. السبب الرابع وهو سبب شخصي شويه، وفي نفس الوقت سبب شخصي لكل الفانز المحبين للسلسله بتاعت اسانس كريد. الفكره ان في اخر 3 اجزاء تقريبا اللي هم بتوع فالهالا واوديسي واورجنز، المفروض ان هم خرجوا تماما عن المألوف بتاع العالم ده. بقى فيه اودن ولوكي وبتاع ومش عارف ايه، والحاجات دي كلها اساسا خارج العالم بتاع اسانس كريد. عالم اسانس كريد هو يكاد يكون عالم واقعي، فكون ان انت بتدخل فيه اساطير كتير جدا ملهاش علاقه بالعالم الواقعي اللي احنا عايشين فيه، فدي حاجه ممكن تكون رخمه شويه. احنا ممكن نعتبر اخر 3 اجزاء دول ممكن يكونوا ملهمش علاقه بقصه اسانس كريد تماما. لو هتلعب فالهالا لعبة على اساس ان هي لعبة عن الفايكنجز، اوديسي عن السبارتينز، اورجنز عن الانشنت ايجيبشنز، مش اكتر. انما انت مش بتلعب اللعبة دي عشان هي ممكن تكون ليها علاقة باساسنز كريد. في تشابه شوية ما بينهم وما بين الالعاب القديمة بتاعت اساسنز كريد زي الابل اوف ايدن او عقيدة الاساسنز اللي هي الكريد نفسها اللي اتبنت عليها، وان هي جاية من اساسنز كريد اورجنز والكلام ده كله على عيني وعلى راسي. بس ال3 اجزاء دول كانوا مختلفين تماما عن اللور بتاع اسانس كريد، وهو الواقعية اكتر من الاساطير، اللي هو يكاد يكون اصلا مفيش اي اساطير في العالم ده. فكون انت دخلتها فانت كده خرجت بره الشكل الاساسي للعبة. بالمناسبة انا بيج فان لشخصية ايدزيو وشخصية التاير. الشخصيتين دول ممكن يكونوا من اهم الشخصيات اللي اتعملوا في تاريخ الالعاب عموما، مش في تاريخ اللعبه دي بس، يكاد يكونوا من اهم الشخصيات اللي اتعملوا في مجال الانترتينمنت عموما. هما شخصيات عظيمه جدا، وبالذات ايدزيو المفروض ان ده يبان جدا في الانترو اللي معموله بوجود ايدزيو. الشخصيه دي بالنسبه لي يعتبر ممكن تكون غيرت فيا انا شخصيا حاجات كتير جدا ملهاش علاقه بفكره الالعاب او القصه او اي حاجه. الشخصيه دي بالنسبه لي شخصيه عظيمه جدا، ففعلا انا والناس كنا محتاجين حاجه تكون على الاقل شبه الشكل ده، مش لازم نفس الشكل بس على الاقل يكون في تشابه ما بينهم. يعتبر شخصيه باسم هي شخصيه ايدزيو الى حد كبير كشكل على الاقل، بس ممكن يكون في اختلاف. ايدزيو غني
باسم مش غني، باسم لسه اصلا هو فقير، ففي اختلاف بس انت بترجع لنفس الفكره واللور بتاع اساسنز كريد تاني. اي نعم في حاجات ليها علاقه بلوكي في الجزء ده، بس على الاقل من بره انت شايف الجزء بتاع اساسنز كريد ممكن يكون ده الجزء الاول ومعمول له ريماسترد، حاجه شبه كده، او اساسنز كريد ريفيليشنز ومعمول لها ريماسترد، نفس اللور يعتبر. بس دي ممكن تكون اهم الاسباب لوجود اللعبه دي بالذات في الفتره دي. وما تنسوش هيكون في فيديو ان شاء الله هنتكلم فيه عن القصه بتاعت اللعبه بشكل عام قوي، وهنتكلم عن القصه كلها عموما، بس مش دلوقتي، شويه بس لغايه اما الناس تكون كلها او جزء كبير لعبوا القصه، او على الاقل لو مش هتلعبوها تبقوا فهمتوا اللور برضو بتاع القصه، علشان خاطر لما اجي اتكلم عن القصه ما يبقاش في حرق لناس كتير، عشان الناس اكتر تستفاد وتعرف القصة كلها عموما. وبس ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، وسلام.